نعم. السلام عليكم. سلام. كيف حالكم؟ حياك الله. الشيخ عثمان. نعم. حياك الله يا شيخ. عندي سؤال تسمح لي. نعم. هناك في هذه الأيام كثرة الطعن في العلماء والمشايخ اليمنيين، فما نعم. نصيحتكم؟ ونريد توجيه منكم حفظكم الله. أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. وبعد، أنت تسأل يعني وتقول إن هناك من يطعن في العلماء والمشايخ في اليمن وفي غير اليمن أيضا، فنقول لطلاب العلم بارك الله فيهم أن يشتغلوا بالعلم النافع والعمل الصالح. فهذه الأزمان أزمنة فتن وأزمنة محن، يكفي العلماء ما عليهم من يعني المصاعب ونشر الدعوة والعمل والعلم والتعليم. فنقول لطلبة العلم بارك الله فيهم يشتغلون بما ينفعهم بالعلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأن يعرضوا عن من يتكلم في العلماء والمشايخ، اتركوه. لماذا؟ لأن المصادمة معه هو ضياع وقت، ومن ناحية أخرى هو يفرح، لكن حين لا يجد كلامه قبولا فالحمد لله. الله يقول: أعرض عن الجاهلين. الذي يتكلم في العلماء بغير حق يتكلم أيضا شغله الشاغل، فهذا أعرض عنه. بارك الله فيكم. فنحن بحاجة أن نعلم الناس التوحيد، نعلمهم العقيدة الصحيحة عن عقيدة السلف، نعلمهم الاستقامة والآداب الشرعية. نعم بارك الله فيك. كما قال شيخنا مقبل: الذي يتكلم في علماء السنة وفي الدعاة، العلماء سيبقون وهو يذهب إن شاء الله. جزاكم الله خير. شيخنا عثمان بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.